عارف ان كلمة واحدة ممكن توديك السجن او تطلعك براءة؟ مثال بسيط، مثلا لو انت في خناقة وقلت في المحضر انا ضربته علشان ادافع عن نفسي، القانون هنا خد باله من كلمة ضربته، دي اعتراف بالفعل. لكن لو قلت هو هاجم عليا وانا حاولت اوقفه او امنع الاذى، هنا انت حولت نفسك من فاعل الجريمة الى مدافع عن نفسه. نفس الكلام في محضر التعدي والسرقة وحتى السب والقذف. كل كلمة في المحضر ليها معنى قانوني، وممكن تكون سبب حريتك أو حبسك. علشان كده ما تمضيش على أي محضر قبل ما المحامي يراجع كلامك، لأن القانون بيحاسب على الكلمة مش النية. ولو احتجت أي حاجة اسأل محامي، علشان أنا مش محامي.